السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، وادعي عليكم الايام بخير يا رب. احنا هنعمل مع بعض دلوقتي شوربه خضار. شوربه اللي هي المكعبات الماجي اللي احنا بنشتريها من المحلات، من السوبر ماركت. العلبه بالشيء الفلاني، فانا قلت هعملها على ايدي احسن. ماشي. انا طبعا معايا جرين فلفل، ومعايا واحده كرات، ومعايا بصل اخضر 2 او واحده زي ما انت عايزه، وطبعا طماطميتين، 3 كوسات عملتهم، ومعايا 3 جزرات عملتهم. خلاص يا حبايبي، ده كله خضار، كله انا بقطعه. وكان في بتنجانتين هنا صغار كده مش لهم لازمه. اي حاجه في التلاجة عندك، دبلانه مش عايزاها اعمليها عادي، يعني اي خضار عندك. ماشي كده، بقطع في الجزر يا حبايبي اهو بجهزه. وعملت البتنجانتين الاخرين بالمره. خلاص. ومعايا بطاطسايه واحده عملتها بردك، مرضتش احط حبتين بطاطس، حطيت حبايه واحده. اللي كانت تيجي في ايديا كنت بخرطها. معايا طبعا بقدونس وكزبره وشبت. خلاص. طبعا بشيل حبه معايا هنا ده. قولوا معايا. آه اسمه ايه يا حبايبي؟ قولوا معايا، انا بنسى خالص. دي دهنه، دي دهنه طلعتها سيحتها، وكان عندي شوربه بردك غليتها وجهزتها على نحل. كرفس، دي كان كرفس. وكان عندي بسله متفرزه، طلعت حته اللي انتوا شفتوها دي. والكرفس طلعته من الفريزر، كان متفرز عندي. خلاص. طبعا الدهنه ساحت، حطيت حبه على الخضار بعد ما تشوح. قلت ايه عشان يشوحوا مع بعض. خلاص يا حبايبي. معايا هنا حبه الدهنه بردك صفيتهم في الكازرونه اللي صغنطوطه الحلوه دي. حطيت فيها كرفس وكزبره وحمرتها جامد وكبتها على الخضار. معايا هنا توم باودر، بصل باودر، بابريكا، حبهان، ورق لورا. معايا ملح، معلقتين ملح او 3 عشان الخضار كان كتير. خلاص حطيت 3. انا جيت رجعت تاني حطيت معلقه بس مش جت. بهارات لحمه، فلفل اسود، كزبره، كل التوابل اللي عندك حطيها. ماشي. توم باودر، بصل باودر، الحاجات دي كلها حطيتها. وحطيت تاني جنزبيل بودره. ماشي. ده كله حطيت بس ربع معلقه اهي. شفت الباذنجانتين حطيتهم في الاخر، استووا مع بعض وخلطتهم لما استووا مع بعض. ده كله كده ايه، حطيت عليهم الشوربه اهي يا حبايبي. طبعا الخضار ده كله كده هيتسبك خالص خالص كده، ويدبل خالص كده، ويبقى حبه صغنطتين كده. هنطلعه بقى ايه، نحطه في الكبه حبايبي، نفرمه كده ايه لغايه لما يهرس معانا خالص. ماشي يا حبايبي. طبعا الكبه انا عملته على 3 مرات عشان الكبه يدوبك. وكنت حاطه 3 فصوص توم بردك مع الخضار. وحاطه بصلتين، بصله خضراء وبصلايه ناشفه. ده كله كان الخضار كله على بعضه. ماشي. جيت بقى جبت كيس، مش عندي كيس، عندي كيس تفريز. فتحت 2 حطيتهم في الصينيه ودهنتهم زيت. خلاص عشان الماجي مش يبقى يلزق وانا بطلعه، شوربه الماجي. فانا كده ايه، هصب الماجي بقى بعد ما خلاص فرمته في الكبه وخلاص ناعم خالص. ناعم خالص، مش بصفيه، اصل هو ناعم، يعني هو ناعم معايا في الكبه خالص. صفيت حطيته بقى في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. خلاص. فبقى حبه حطيتهم في صينيه تانية، الصينيه اللي هي السلس الصغيره دي. ماشي اهو. حطيتهم في الفريزر. تاني يوم شيلتهم من الفريزر. شيلتهم بعد 3 ساعات وقطعتهم، بس كانت لسه طريه من تحت. بعد 3 ساعات او ساعتين شيلتهم وقطعتهم. اعملي يا حبيبتي شوربه الماجي في بيتك، وانضف واحسن والله واطعم. ماشي. تحطها في الفريزر وتطلعي واحده واحده كده لما تعوزي، وحطها كده في ميه سخنه، حطي على الطبيخ، حطي على تعملي الملوخيه، حطي على ميه سخنه واعملي. جميله بصراحه. بص طلعت لكم واحده كانت لسه سايحه شويه. شايفين الشوربه جميله بالدهن بقى، والشوربه روعه 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 بصراحه. يلا يا حبايبي بالسلامه كده، وشوفوا اللي انا عملته اعملوا زيه، ومش ننسوا اللايك والاشتراك يا احلى مشاهدين في الدنيا. مع السلامه.